المشاهدون الكرام في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا قناة النيل الأزرق اليوم حضور في احتفائية واحتفالية خاصة من محطة الرياض لشركة تاركو تكريما للأستاذ سعد بابكر المدير العام. متابعة طيبة أتمناها لكم. هنا برضو نرسل أعذب التهاني والتبريكات للسيد المدير العام سعد بابكر، والحمد لله الذي لا يضيم ضيقا إلا أبدله فرحا وفرجا واسعا. ونشكر مكتب تاركو هنا بالرياض اللي إنه أتاح لنا الدعوة والفرصة عبر قناة النيل الأزرق، وجزاكم الله خير. اليوم نحتفي بالسيد المدير العام، وإذا نحتفي بالسيد المدير العام فنحتفي بجميع الشعب السوداني إن شاء الله. ونحن في محطات المملكة العربية السعودية تاركو، الدمام، الرياض. إذا نحتفي بالسيد المدير العام وكلنا أمل في أنه نقدم الأفضل والجيد بالنسبة لخطة الطيران إن شاء الله. ونشكر كل أطياف المجتمع، السادة الوكلاء والسادة شركاء النجاح وكل الشعب السوداني الذي ساهم معنا في هذه الفرحة العارمة إن شاء الله. في البدء نشكر قناة النيل الأزرق دائما سباقة في كل المحافل بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الأستاذ الجميل أبو عبيدة. نشكر كل الحضور اليوم، الناس اللي ساهمت في إنجاح الليلة التكريمية للسيد سعد بابكر، وهو رجل قائد يستحق الثناء، وخير الورى رجل على يده توضى للناس حاجاته. ونبشر كل الناس إن شاء الله إنه الشركة ممكن نقول هي خرجت من عنق الزجاجة، وفي انفتاح لمحطات جديدة، وحيكون في تطور كبير إن شاء الله مع إضافة أسطول جديد. حاليا هو تحديث الأسطول ل 14 طائرة بوينغ 7 سيريز 7-800، وحيكون في إن شاء الله مزيد من المحطات الحيعلن عنها قريبا بإذن الله. نشكر الحضور مرة ثانية على الوقفة معنا وعلى الوقفة مع أسرة شركة تاركو، وهو بيتكم منكم وليكم. شكرا لكم. أيها الأحباب، معي في هذه المساحة سعادة الأستاذ مهند عجبنا، ممثل للسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية في هذه الاحتفائية لشركة تاركو للطيران. مرحبا بك أستاذ مهند في شاشة قناة النيل الأزرق. مرحبا بكم، أنا سعيد بمشاركتي اليوم في هذه الاحتفائية، ونحن في السفارة السودانية نقدم صوت شكر وعرفان وامتنان لشركة تاركو لجهودها تجاه ترحيل المواطنين السودانيين أيام الأزمة الكورونا، واستمرارهم في ترحيل كل المواطنين السودانيين بأسعار هادية جدا وأسعار رخيصة جدا. نشكر لهم كل جهودهم فمن هذا المنبر قناة النيل الأزرق قناة ما شاء الله عدد مشاهدينا كبير جدا، ومن القنوات الرائدة في السودان. فأنا بدعو لأنه كل السودانيين اللي دارين يسافروا يستخدموا دائما الخطوط السودانية. ده ما تحيز لتاركو تحديدا، لكن باعتبار انه احنا الان في احتفال تاركو، باعتبار ان احنا الان موجودين مع تاركو،
فندعو كل السودانيين انه دائما يستقلوا الناقل التاركو او الناقل الوطني دائما في كل يعني مهامهم الرسميه والخاصه ان شاء الله. شكرا لك. أيها الأحباب، ما زلنا نتواصل معكم من المملكة العربية السعودية في احتفائية شركة تاركو للطيران. معي في هذه المساحة مدير محطة تاركو بالعاصمة السعودية الرياض، الأستاذ مصعب محمد منور. مرحبا بك مصعب في شاشة قناة النيل الأزرق. مرحبا بكم ومرحبا بقناة النيل الأزرق، وشكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين. أستاذ مصعب، نتحدث قليلا عن هذه الاحتفائية. في الحقيقة الاحتفائية كانت هي للسيد المدير العام شركة تاركو للطيران الأستاذ سعد بابكر والأستاذ قسم الخالق في بعض التلامسات اللي حصلت في الفترة اللي مضت، والحمد لله وبفضل الله تعالى تم الانتصار على هذه الأشياء كلها، وبفضله تمت شركة تاركو هي كأفضل شركة طيران على الموسم الثالث للتوالي في السودان. وهذه سانحة نشكر فيها جميع شركاء شركة تاركو للطيران، صناع النجاح، على الأخوة الوكلاء، السادة الركاب، وكل من ساهم في شركة تاركو للطيران. أيضا معك مساحة لإرسال كل تحياك للإدارة في السودان. نحن عبر محطة شركة تاركو للطيران في المملكة العربية السعودية بالرياض نرسل تحيانا للسيد المدير العام الأستاذ سعد بابكر، ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ قسم الخالق، وكل موظفي شركة تاركو للطيران بالخرطوم وكل المحطات الخارجية. وعبركم أيضا نبث التحايا لسفارة جمهورية السودان ممثلة في سعادة الوزير المفوض مهند، وكل الإداريين والموظفي سفارة السودان، الإخوة في الرياض، وشكر خاص لقناة النيل الأزرق. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا التقيناكم وعدا صادقا من المملكة العربية السعودية. تابعنا معا هذه الفقرة احتفاء من محطة الرياض لشركة تاركو للطيران بالمدير العام سعد بابكر. الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم بين الناس أموات. إلى أن نلتقيكم في أمان الله.